السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة، وحابين النهاردة في حلقتنا نتكلم عن أكتر النجوم تواجدا من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب رأي النقاد من خلال مهرجان القاهرة السينمائي اللي كان موجود عام 96. النجم اللي شارك في القائمة دي ب 16 فيلم وكان له نصيب الأسد فيها حسب رأي واستفتاء النقاد، وهو النجم شكري سرحان. والنهارده ومن خلال حلقتنا حابين ناخد ولو نبذه بسيطه عن الاعمال اللي اشترك فيها النجم شكري سرحان من خلال القايمه. ومن غير كلام كتير كالعاده بسرعه نبتدي حلقتنا. ونبدأ بفيلم ابن النيل إنتاج عام 51. البطولة كانت لفاتن حمامة وشكري سرحان ويحيى شاهين، واللي بيتكلم ببساطة عن حمدان اللي سوء سلوكه بيدفعه إنه يرتكب أكتر من جريمة لكنه في الآخر بيعلن التوبة. الفيلم ده كان تأليف وإخراج يوسف شاهين. وسريعا نوصل لفيلم ريا وسكينة إنتاج عام 52، واللي كان من بطولة أنور وجدي وسمير أحمد وفريد شوقي وشكري سرحان. وطبعا القصة الأشهر عن اختفاء السيدات في اسكندرية في فترة العشرينات بغرض سرقة مجوهراتهم من خلال عصابة بيتزعمها 2 من الستات لحد ما بيتم القبض عليهم. التأليف كان لطفي عثمان والإخراج لصلاح أبو سيف. وسريعا لفيلم ضرب المهابيل إنتاج عام 55، والفيلم كان من بطولة شكري سرحان وبرلنت عبد الحميد وتوفيق الدق، واللي بيحكي عن طه اللي بيشتري ورقة يا نصيب وبيحاول إنه يشيلها مع حبيبته، لكن أبوها لما بيشوف الورقة معاها بيرميها، وبيتضح فيما بعد إن الورقة دي هي اللي كسبت البريمو بمبلغ كبير وبتتوالى الأحداث. التأليف كان لنجيب محفوظ والإخراج لتوفيق صالح. نروح سريعا لفيلم شباب امرأة إنتاج عام 56. البطولة كانت طبعا للنجوم تحية كاروكا وشكري سرحان وشادية. القصة المعروفة عن إمام الشاب الريفي اللي بينزل القاهرة وبتقع في حبه واحدة أكبر منه في السن، واللي بيخليه تسيب دراسته وبيهمل حياته لحد ما في الآخر بيفوق لنفسه. التأليف كان لأمين يوسف غراب والإخراج لصلاح أبو سيف. وسريعا دلوقتي لواحد من أشهر الأفلام وهو فيلم رد قلبي إنتاج سنة 57. البطولة كانت طبعا لمريم فخر الدين وشكري سرحان وصلاح ذو الفقار. القصة معروفة طبعا عن الشاب الفقير ابن الريس عبد الواحد الجنايني، حبه لإنجي بنت إسماعيل باشا صاحب السرايا تتابعا بثورة 52 وانتهاء العصر الإقطاعي. التأليف كان ليوسف السباعي والإخراج لعز الدين ذو الفقار. ودلوقتي سريعا مع فيلم امرأة على الطريق إنتاج سنة 58، والبطولة كانت لهدى سلطان ورشدي أباظة وشكري سرحان، اللي متعرف من خلاله على الريس فرج اللي عنده ولدين ولكنه بيعاملهم بشكل مختلف، وبيكون حنين دايما مع حسنين ولكنه دايما بيقسى على ابنه صابر، واللي متعرف فيما بعد إن ده نتيجة لماضي أمه المؤلم. التأليف كان لعبد الحي أديب والإخراج لعز الدين ذو الفقار. وسريعا دلوقتي لفيلم أنا حرة إنتاج سنة 59، والبطولة كانت للبنى عبد العزيز وشكري سرحان وحسين رياض. القصة بتدور عن أمينة اللي طول الوقت حاسة بتسلط كل اللي حواليها عليها، واللي بتقرر وقتها ان هي لازم تحصل على شهادتها الجامعيه علشان تنال حريتها. تأليف لإحسان عبد القدوس والإخراج لصلاح أبو سيف. ودلوقتي سريعا مع فيلم إحنا التلامذة إنتاج سنة 59. البطولة كانت لتحية كاريوكا وشكري سرحان وعمر الشريف. القصة بتدور عن 3 شباب كل واحد فيهم له قصة ومشكلة مختلفة، لكنهم بيجتمعوا على جريمة واحدة وبيحاول كل واحد منهم يظهر براءته. تأليف كان لمحمد أبو يوسف والإخراج لعاطف سالم. وسريعا دلوقتي تعالوا نتابع تفاصيل الفيلم الأجمل اللص والكلاب إنتاج سنة 62. البطولة كانت لشادية وكمال الشناوي وشكري سرحان. تاخدنا الأحداث علشان نتعرف على قصة سعيد مهران، واللي بياخد من رؤوف علوان الشاب الجامعي قدوة ومثل أعلى لحد ما بيعرف نظرته الحقيقية وإنه كان مخدوع فيه وبتتوالى الأحداث. التأليف كان لنجيب محفوظ والإخراج لكمال الشيخ. وسريعا دلوقتي لفيلم صراع الأبطال إنتاج سنة 62، وبنرجع بالأحداث لسنة 47 أثناء تفشي مرض الكوليرا وإرسال الدكتور شكري لاستلام عمله في أحد القرى، وكان عليه محاربة الفقر والجهل وكمان مواجهة أحد رجال السلطة. التأليف كان لمحمد أبو يوسف والإخراج لتوفيق صالح. ودلوقتي سريعا للفيلم الجميل الزوجة الثانية إنتاج سنة 67. البطولة طبعا كانت لسعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور. وطبعا القصة معروفة لأبو العلا الراجل الريفي اللي بيحاول إنه يواجه ظلم العمدة عثمان وجبروته، واللي كان بيحاول ياخد منه مراته علشان يقدر يجيب منها طفل يورث كل السلطة والمال اللي عنده. التأليف كان لأحمد رشدي صالح والإخراج لصلاح أبو سيف. وسريعا دلوقتي لفيلم المتمردون إنتاج سنة 68. البطولة كانت لشكري سرحان وتوفيق الدقن وزيزي مصطفى. القصة بتدور عن الدكتور عزيز اللي بيستلم
شغله في احد المصحات في وسط الصحراء، ولكنه بيتفاجئ بتقسيم المرضى لقسمين، قسم الاثرياء اللي بيلاقوا هناك احسن معامله، قسم الفقراء اللي بيعانوا من الاهمال وتفشي المرض اكتر. التاليف كان لصلاح حافظ والاخراج لتوفيق صالح. دلوقتي تعالوا نتعرف على الفيلم المتميز البوسطجي، انتاج سنه 68. البطوله كانت لشكري سرحان وسهير المرشدي وزيزي مصطفى. القصه عن عباس اللي اثناء عمله بيحاول انه يتجسس على الجوابات اللي كان بيوصلها، ومنها بيتعرف على اسرار وجرائم كان هيتم ارتكابها. التاليف ليحيى حقي والاخراج لحسين كمال. دلوقتي بقى هنتعرف على احداث فيلم قنديل ام هاشم، انتاج سنه 68. والبطوله كانت لشكري سرحان وسميره احمد وصلاح منصور. القصه بتدور عن الدكتور اسماعيل طبيب العيون واللي لسه راجع من اوروبا، وبيحاول انه يفتح عيادته في منطقته القديمه في حي السيده زينب، لكنه بيتفاجئ باستخدام اهل المنطقه لبدايل زي الزيوت، وبيحصل عنده صدمه ما بين المعتقدات والعلم. التاليف كان ليحيى حقي والاخراج لكمال عطيه. وسريعا لفيلم زائر الفجر، انتاج سنه 75. البطوله كانت لمجدة الخطيب وعزت العلايلي وشكري سرحان. القصه بتدور عن مقتل صحفيه في شقتها، والاحداث بتنقلب بعد ظهور تقرير الطبيب الشرعي اللي بيحول القضيه من وفاه طبيعيه لجريمه قتل. التاليف لرفيق الصبان والاخراج لممدوح شكري. واخر فيلم في قائمتنا هيكون فيلم عوده الابن الضال، انتاج سنه 76. الاحداث بتدور عن حيره الجد ما بين الابن الاصغر اللي غايب بقاله فتره ولكنه كان بيحظى بمحبه الجميع، وما بين الابن الاكبر اللي تحول لابن جاحد وبقى الجميع بيكرهه. وكان جميع افراد العيله وكمان جميع اهل القريه بينتظروا بفارغ الصبر رجوع الابن الاصغر. التاليف والاخراج كان ليوسف شاهين. وانا حاولت من خلال الحلقه دي والقايمه اللي قدمناها ان ارجع لفنان متميز وكبير ولو جزء بسيط من حقه، وخصوصا بعد اللي اتقال عليه الفترة اللي فاتت وتقليل البعض من شأنه. الأفلام اللي تم ذكرها في الحلقة دي تعتبر مجموعة من أهم وأجمل وأقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية، فحاولت أوضح ولو بجزء صغير إن قد إيه الفنان ده ساهم بجزء كبير في بناء تاريخ السينما المصرية. وأتمنى إن أكون من خلال الحلقة دي إن قدرت أوفي له ولو جزء بسيط من حقه. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في اسفل خانه الوصف. ويا ريت ما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار، ويا ريت ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.